ازاي اعرف نوع البورده بتاعتي؟ بص، البورده بتحدد على الكيسه. لو انت مثلا بتستعمل مثلا كيسه اتش بي، تبقى الاستيرادات بصفه عامه بتبقى الجيل بتاعها ما بيتغيرش. يعني مثلا جيل تاني غير جيل تالت، بورده جيل تاني غير جيل تالت. يعني مثلا بتستعمل مثلا اتش بي يبقى بورده اتش بي، ديل يبقى بورده ديل، لينوفو يبقى بورده لينوفو، فيجيتسو، اسر، جيت واي، زي ما يكون هو نفس نوع البورده، بخاصه في الاستيرادات اسم الكيسه على نفس البورده بالظبط. والجيل ما بيتغيرش. يعني ما ينفعش مثلا بروسيسور جيل تاني، برضه مثلا جيل تاني تشيل تاني وتالت في الاستيرادات، لا، التاني بيشيل تاني، التالت بيشيل تالت في الاستيراد. بالنسبه بقى الكيس مثلا التجميعات الجيجا بايت وحاجه زي ديت، تالت مثلا بتبقى بورده اتش 61، رابع اتش 81، وانت طالع بقى مع الاختلافات بقى طبعا من الاجيال. مثلا بورده جيل تاني في الجيجا بايت ممكن بيشيل تاني وتالت مع بعض في التجميعات وحاجات زي ديت. في في البورده مثلا جيجا بايت، في الاستيراد مفيش الكلام دوت. بس البورده بيكون مكتوب عليها في قلب، لو فتحت الكيسه هتلاقي البورده مكتوب عليها بورده مثلا اتش 61 مكتوب عليها اسم البورده والنوع بتاعها مكتوب عليها. في الاستيراد نفس الحكايه، مكتوب بورده اتش بي. مثلا تروح مثلا عايز مثلا تجيب بورده، انت مثلا عندك بورده بايظه عايز تجيب زيها، شوف اسم البورده اللي عندك او اسم الكيسه، قول له مثلا شخص عايز مثلا بورده الكيسه اتش بي مثلا 600 جي 1، هو صاحب المحل عارف بورده كذا، هو عارف هيجيبها لك. مثلا ما تاخدليش البورده معاك كلها وانت رايح، مالوش اي لازمه، خد له بس اسم الكيسه وهو هيعرف اسم البورده بتاعتها، بخاصه بالاستيرادات.